النقطة الثانية مرتبطة بالدعم المخصص. جات الدولة وقالت لك 500 درهم اللي غادي نعطي. في كورونا شنو هي المعايير اللي كانت باش يبان لك التراجع؟ في كورونا كانت عندنا 800 درهم، 1000 درهم، 1200 درهم. كانت الأسرة اللي فيها جوج ديال الأشخاص ولا ثلاثة عندهم 800 درهم، اللي عندهم جوج دراري ولا ثلاثة دراري عندهم 1000 درهم، واللي عندهم 4 ديال الدراري عندهم 1200 درهم. في كورونا هذا هو الدعم، هذا هو المعيار ديال الدعم اللي تعطى. دابا جينا قلنا كونوا شحال ما بغيتوا تكونوا، نعطيكم 500 درهم. يلا ناخذوا 500 درهم ياك، نقسموا على 30 يوم ديال الشهر. ثم قبل ما نحوزها حاجات جات 16 درهم فاصلة 6 في النهار للعائله، غنقسموها على 4 ديال الناس كتجي 4 دراهم لواحد في الشهر في النهار. والخيرات الناس لقاوها. دابا انت حميد غادي نجي الصباح ونعطيك 4 دراهم. دابا اللي علاش ضحكت انا دابا هذا الشيء واش كيتناقش هاد الايام؟ واش المغاربه تصور ملف ما كنتش يباع على دنيا باطمه وما كنتش يباع على سعيده شرف، بغض النظر على القضيه ما ندخلش بها، مقارنه مع هذه الخطوره اللي دابا شرتي ليها باش تعرف حتى حنا كمجتمع ولا كاعلام شركاء. النقطه الثالثه دائما هنا اللي هضرت على الدعم، سي فري غيجي شي واحد غادي يقول لك 500 درهم هي اللي عندنا. وغادي نجيو لنقطه اخرى مهمه، واش المغرب فيه الفلوس ولا لا؟ وفيه ولا ما فيه؟ طبعا فيه. نعطيك مثال علاش فيه. اشنو هو مثلا دابا لا سولتك شنو هو المركز الاساسي او النقطه المهمه اللي عندنا كدخل المغرب ولا ما اللي كيساهم بشكل كبير؟ الفوسفات. غادي نجيو للفوسفات. اش كتعرف على الفوسفات؟ المكتب الشريف للفوسفات اللي ولا هو شركه دابا اس ا. والله ما كنعرف شي حاجه من غير هاد التسميه. انا شحال كيدخل، لا كيفاش كيدخل، لا فين كتمشي، لا والله ما كنعرف. الفوسفات كيساهم في الدخل الخام ديال البلاد ب 7.0. لا هذاك الشيء اللي كيتنشر لا غادي نقول لك معطيات حقيقيه. غادي نعطيك بشويه انا هابطين. 7.3 في البي بي. في الميزانيه مثلا ديال العام اللي فات ساهم ب 10 المليار ديال الدرهم، 10 المليار ديال الدرهم. دونك مزيان. غادي نجيو لهاد الشركه ونشوف فين كتدور الفلوس ديال المغاربه. اولا الفوسفات عنده لو سي بي عنده 25 شركه في المغرب. 25 شركه. شنو وجه العلاقه بيناتهم؟ هو مولاهم. ديالو هو مولاهم براس مال كبير جدا. مثلا الا خدينا فقط لونيفرسيتي محمد السادس، جامعه محمد السادس الخاصه هذه اللي هنا اللي كنا فيها. شحال راس مالها؟ شحال؟ راس مالها 37 مليار و34 مليون ريال سنتيم. بلاتي بشويه عندك تقول لي الدرهم. بشويه لا عندك تقول الدرهم ديال جلاله. 37 مليار و34 مليون و650 الف و900 درهم. هذه جامعه واحده. هذه غير وحده ديال لو سي بي. لو سي بي عنده شركه في ميريكان سميتها بيدرا انوفيشن فونتور، راس مالها 250 مليون دولار. دوز الدرهم حتى اش غادي دير بها؟ قلت عنده 25 شركه في المغرب، عنده شركه في اسبانيا، عنده في رومانيا شركه، 3 شركات في الهند، 2 شركات في نيجيريا، 2 شركات في ميريكان، وحده في هولندا، وحده في تركيا، 2 في فرنسا، وحده في سويسرا، وحده في سنغافوره. شتك سكتي. لا هادشي وعلاش حنا ما عارفينش هادشي؟ ماشي ديالنا وقع على الفوسفات. هضر على الفوسفات المغرب ولا في لا ماشي في تونس في المغرب. هضر على لو سي بي. مثلا في بلجيكا ناخذوا 2 ولا 3 ديال الدول، عزل من هذوك اللي بغيتي. ناخذوا بلجيكا. يلا ناخذوا بلجيكا. عنده برايون شركه عنده هو فيها 50%، والدوله الحكومه ديال عندهم شركه جهويه ديال لا والوني اللي تابعه الحكومه ديال بلجيكا. لو سي بي عنده 50% وهي عندها 50%. هاد الشركه راس مالها شحال؟ راس مالها 49 مليون و800 الف اورو. هذا راس المال. كنهضرش على الشيفر دافير والارباح نجيو لها من بعد. عرفتي اش كنشوف فيك؟ دابا انا كنشوف فيك وكنقول هاد المعطيات واش غندوزها في هاد الحلقه. عرفتي علاش؟ حيت ملي كدير بزاف ديال المواضيع بعض المرات كتفقد هاد الشيء. راه خطير، خصو حلقه بوحدو. مثلا في صبليون فيرتيناغرو شركه لو سي بي عنده فيها 20%،
وتريفاليس واحد الشركه اسبانيوليه عندها 80%. راس مال هذه الشركه 61 مليون اورو. شوفوا لك شي بلاصه اخرى عاوتاني نتساراو في العالم مع هاد لو سي بي. شوف لك اصحاب الاورو واصحاب الدرهم موجود، الدرهم نرجعوا ليه شي نهار نكونوا مساليين ليه. مثلا في هولندا عندنا شركه سميتها انترناسيونال كوبيراتيف ديال لو سي بي كوبيراسيون، اللي هو هولدينغ يستثمر في مجموعه من المجالات. المهم شحال راس مالو ديال هذا الهولدينغ ديال لو سي بي اللي عندنا في هولندا؟ راس مالو 154 مليون و615 الف و671 دولار. نجي للمغرب تعطي 500 درهم.